جريمة جريئة ولا جريمة؟ جريئة وجريمة في نفس الوقت. يعني طبعا هي جريمة في حق وردة. في ثقة في النفس مفرطة. حتى مش لايق، يعني حتى مش لايق بتغني لوردة وتقول لك بتونس بيك باشا مصر. كباريه، احنا عارفين كباريه. يعني. كان ناقص تيجي تقول لك تشرب ايه؟ لا، وهي مش ثقة في النفس بس، هي ثقة في الجمهور انه مش هيشتمها. يعني ده بتبص لهم بجرأة ان هم بيحيوها. وهي اصلا لو ركزت الناس باصة هناك وهي عمالة تعمل لهم كده ومحدش طب والله كانوا بيحيوني بيرقصوا معايا. ايوه. لا، في حركة مرعبة عملتها اللي هي الرقصة وهي بتمشي دي. اللي بالجنب دي خدتها دي بالجنب الجملي دي اسمها الرقصة الجملي دي. اللي هي صاحبة مايكل بس الشعبي. بالعرض. لا بس انا كنت قلقان بقى من السحبة دي. انا كمان والله العظيم. ان انت كنت جاية علينا، كانت جاية علينا. انا خفت على المسرح عشان كان لسه قدامنا فيه سهرات تاني. الاقي شيماء اتشفطت تحت البتاع. لا بس الحمد لله، ما انا بلمها على طول، باخدها على الواسع وبلمها. برافو شيماء. بتعرفي تركني كويس. ايوه. انت ايه اللي خلاكي بقى من خريج التجاره ان انت تمثلي؟ انا سامع ان مامتك اصلا ما كانتش عايزه تخليكي تمثلي عشان ما تعمليش ادوار اغراء. كانت خايفه عليها، عارفه بنتها مثيره مصيبه، عارف انها مصيبه مش مثيره. مثيره للمشاكل والجدل، فقالت تخليها في البيت عشان ما تاذيش البشر. بالظبط. فبعدين بقى جت كده بالصدفه، يعني ان انا كنت بعمل مسرحيه بس كنت ببقى بحضرها مع اصحابي كده، ففي البروفات البنت اللي هي كانت المفروض انها بطلة المسرحية في البروفا الجنرال رجليها اتكسرت. صدفة. مش انا اللي شنكلتها. انت قررتي هتوصلي ان شاء الله على ارواح دعوة. في دعوة حصلت. لا مش دعوة، لا ده في خطة وفي حاجة بقى كسرتها في الارض. انتوا كنتوا معانا؟ في حفرة اتعملت في خشبة المسرح. لا والله بس فاصحابي بقى اللي هو مش عارفين يعني يعملوا ايه، والعرض بقى بتاع زمان ده كان في ساقية الصاوي، فانت عارف كنا بنبقى احنا اللي لامين ودافعين الفلوس. شوف ازاي وكده. لا قولي الحقيقه بجد. والله عملتي حاجه دي الحقيقه، والله العظيم. رجعت تمثل تاني اصلا؟ رجعت. معروفه يعني. معروفه برجلين مكسوره. حمدي لو فرطت مني هنا بسببك مش عارفه. لا براحتك، انا عايزه تفرط منك. اصل حمدي بيضحكني بجد لدرجه انا مش عارفه هو ايه ما شاء الله اللي عنده. اول ما بيبقى بيتكلم كلام عادي، يعني انا وانا في تايلاند كنت عايزه ارجع. حمدي هو السبب الوحيد ان هو بجد بيتكلم كلام عادي، اللي هو اي حد جاي بيرمي عليه افات فانا بضحك فخلاص مش عايزه اروح تمام بس. لا والله مش رد، بس هي شيماء يعني كل الناس عارفه مش طبيعيه. انا وهي مشاهدنا احمد الجندي يعني كان خلاص يعني ما خدش حاجه بتكمل، مش عارفين تمثلوا عايز يفركش المسلسل. هي المشهد مكتوب جملتين فاحنا مش قادرين قصاد بعض، بنقعد نعمله ساعتين. كل واحد بيقول للتاني، يلاقينا بيقول انتوا ده كاتبين، نقول لا احنا قلناه دلوقتي. فاحنا مع بعض في كيمياء كده فاهمين بعض من طول الوقت كده، يعني كل الارتجال ده ساعات بيطلع منكم كده وانتوا مش كاتبينه خالص. بس بحس ان هو لما بيبقى قدامك ممثل انت حبه وبيساعدك على كده فبيبقى في تعاون، فده بيطلع حاجه حلوه. بس ساعات بتقابلوا بقى قدامك في شخصيات مثلا او ممثلين بتحس ان في سواد. لا ده بديله اللي في الورق والشكر، انا اعمل له مشهد حلو يتشهر على حسي. لا طب لو على المسرح جمله بديله اللي في الورق وشكر. ايوه. لا لو على المسرح لقيتي ان حد يعني اناني بتاع بتقعدوا تضربوا في بعض. احلى حاجه المسرح ده. تاخد صاحبك ده وتعلم عليه تنمره وتمشي خلاص. المسرحيات عرضت بتعملي اللقطه وخلاص. اعمل اللقطه. يبقى هي اللي كسرت ده. هي البنت هي اللي عملت كده.